السلام عليكم. أساطير HD أكشن. بيبدأ فيلمنا مع كتيبة إمدادات في البحرية الأمريكية، واللي بيبقوا وسط معركة خطيرة بين الجيش وجماعة متطرفة، وكل مهمتهم إنهم يوصلوا الإمدادات للجنود مش أكتر. لكن وأثناء ضرب النار بيتصاب القائد بتاعهم بطلقة بتطير رجله حرفيا، ومن شدة الألم والهلع اللي حاسس بيه بيموت القائد بين إيدين جنوده في الحال. بعدها بيرجع جنود الإمدادات للقاعدة، وبيتكلم جنرال في الجيش مع واحد منهم اسمه كريس، وبيعزيه على موت القائد بتاعه، وبيفاجئوا إنه هيبقى القائد الجديد مكانه. فبيستغرب كريس لأن معاه جندي تاني اسمه كينتر هو أحق منه بالمنصب بسبب خبرته، لكن الجنرال بيأكد له إنه شافه مناسب للمهمة. وبيتضح إن كريس مش عايز المنصب إلا لما يتكلم مع مراته الحامل الأول، لأن عقده مع الجيش هيخلص قريب ومش عارف هيعمل إيه. فبيطلب منه الجنرال يبقى القائد مؤقتا، ولما عقده يخلص لو حب يمشي هيمشي بسهولة. فبيوافق كريس وبيروح يتكلم مع الجندية زميلته داني، لكن بيبقى الكل بيحتفل فمش بيقول لها أي حاجة. وبيتصل على مراته يطمن عليها، وبنكتشف إنهم متفقين إن كريس يقدم استقالته، لأن بعد ما مراته تولد هتبقى محتاجة جنبها على طول علشان ابنهم يكبر في بيئة صحية مناسبة. وتاني يوم أثناء التدريبات بيتجمع كريس مع باقي زمايله وبيعرفهم بالخبر الجديد، ورغم إنهم بيستغربوا إلا إنهم بيفرحوا إن كريس هيبقى القائد. وحتى كينتر بيأكد له إنه أنسب واحد للمنصب ده بعده على طول، وبيعرفهم كريس إن علاقتهم هتفضل زي ما هي مش هتتغير. وبيبدأوا بعدها في التدريبات المعتادة بتاعتهم. بعدها بيدخل عليهم الجنرال وبيعرفهم إن في مهمة جديدة، وهي توصيل إمدادات لمكان جنود تانيين، وبيحذرهم لأن المكان خطر جدا ولازم يستعدوا لأي حاجة ممكن تحصل. فبيقلق الجنود لأنهم مش بتوع ضرب نار، هم كل مهمتهم التوصيل فقط لا غير. وكمان بيقدم لهم عميل أفغاني اسمه خليل، وده هينضم ليهم في المهمة لأنهم رايحين منطقة خطر في أفغانستان وأكيد هيحتاجوه. لكن بيبان إن كينتر رفضه من البداية لأنه شايف إن كل اللي في أفغانستان متطرفين ولازم يموتوا. لكن الجنرال بيعرفه إنه لازم يظهر الاحترام لخليل لأنه خضع لنفس التدريبات بتاعتهم ويستحق ده. لكن كينتر بيتكلم مع كريس علشان ما يسلموش سلاح لأنه مش واثق فيه. فبيتعامل كريس مع الموقف بحكمة، وبينده لخليل وبيعرفه حقيقة مخاوف كينتر من ناحيته. فبيتفاجئ خليل لكن بيأكد له إنه ما عندوش نية يأذي أي حد فيهم بأي شكل. بعدها بيركبوا العربيات وبيبدأوا المهمة، وبيبان إن أعضاء الفريق كلهم قريبين من بعض ودايما بيهزروا وبيضحكوا أثناء المهمات. لكن فجأة وأثناء الطريق بيلاقوا قدامهم كومة من الزبالة، فبيبص واحد عليها من بعيد وبيعرف كريس إنه شايف سلك ظاهر منها وممكن تكون قنبلة. فبيبلغ كريس القيادة بالموضوع، وبيعرفوه إنهم هيبعتوا متخصص قنابل خلال ساعتين. فبيستقروا في المكان بتشكيلة معينة علشان لو حصل حاجة، وبيبقى معاهم جندي اسمه سوتو، وده بيأمنهم من بره لو في أي قناص قريب. ولما بتعدي الساعتين بيعرف كريس إنه لسه قدامهم وقت أطول، فبيقرر خليل ينزل بنفسه يبص على الموضوع بدل القعدة. فكريس بيبعت كينتر وراه يجيبه فورا لأنه ممكن يحصل له أي حاجة. لكن خليل مش بيهتم وبيبص على كيس الزبالة، وبيلاقي تحتيه راديو قديم، بس المشكلة إن الراديو مجرد تمويه والقنبلة الحقيقية موجودة تحته. فبيتشجع خليل وبيقرر يقطع السلك بنفسه، ورغم نجاحه في إبطال القنبلة إلا إن كينتر بيتخانق معاه لأنه خالف الأوامر. وبيجي كريس بسرعة يفصل بينهم، وبيأمر خليل إنه يسمع الكلام بعد كده وإلا هيموته بإيده. وبيكملوا الطريق بعدها وهم مبسوطين كالعادة وبيهزروا مع بعض. وعند نقطة معينة في الطريق بيلاقوا قائد فريق تاني في البحرية قدامهم، وبيبقى معاه بنت أفغانية اسمها أنوش، وبيعرف كريس إنه لازم يوصلها لمكان معين، وبيطلب مساعدته علشان يتحركوا سوا. وفعلا بيركبوا معاهم والكل بيتحرك وهم مش عارفين اللي هيواجههم. وبيبان إن القائد مهتم جدا بأنوش وخايف على حياتها. وفجأة بيلاقوا ضرب نار جاي ناحيتهم من كل اتجاه، فبينزل صوته من على المدفع وبيبقى خايف. فبيطلع واحد تاني مكانه وبيتصدى للهجوم، وكريس هو كمان بيطلع يتبادل إطلاق النار مع الجماعة المتطرفة، لكن بيبقى معاهم أسلحة تقيلة وبيدمروا العربيات بتاعتهم. وبيموت واحد من صحاب كريس بسبب كده، لكن كريس الشجاع بيتدارك الموقف بسرعة وبيوزع رجالته بالشكل الصحيح. وبيموت صديق صوته المقرب قدام عينيه وهو بيدافع عن نفسه، فبيتعصب على الآخر وبيجري ورا آخر واحد من العصابة وبيضرب النار عليه بشكل هستيري. فبيجيله كريس بسرعة وبيقدر يهديه علشان يركز لأنهم ممكن يموتوا في أي وقت في الجبال الغريبة دي. وبيجي القائد لكريس وبيعرفه إنه لازم يوصل أنوش في خلال 48 ساعة. فبيفهموا كريس إنهم مش جنود إطلاق نار ومش هيقدروا يساعدوه، لكن القائد بيأكد له إنهم بقوا كده دلوقتي، والمشكلة إن حتى اللاسلكي اتدمر ومش هيقدروا يطلبوا الدعم. فما
بيكونش قدامهم حل غير انهم يكملوا الطريق على رجليهم. وعند نقطة معينة بيقعدوا يرتاحوا، وبيتكلم خليل مع أنوش وبيقول لها انه عارف هي هنا ليه، وبيتضح ان أنوش من جماعة متطرفة والمفروض انها تتعاون مع امريكا علشان تفضحهم وتثبت التهم عليهم. ولما بيطلع النهار بيشوف كريس مجموعة من الجبال اللي بيعيش فيها متطرفين، وبيعرفوا القائد ان في قرية يقدروا يروحوها هناك، بس لازم يستعدوا كويس علشان هيقابلوا أسوأ مخاوفهم على الإطلاق. وبتتكلم أنوش مع داني وبتعرف ان عنده بنت 5 سنين، ولما بتسألها داني عن عيلتها بتتصدم لان أنوش كان عندها بنت صغيرة وماتت على ايد الجماعة المتطرفة، وده كله علشان يعاقبوا عيلة أنوش لانهم بيخالفوا اوامرهم ورفضوا انهم يخلصوا على أنوش، بس موتوا بنتها علشان يحرقوا قلبها عليها. وفجأة بيسمع الكل صوت ضرب نار جاي ناحيتهم، فبيستخبوا في العشب فورا وما بيكونوش عارفين يتحركوا. فبيقرر كريس والقائد انهم يتحركوا لوحدهم، خصوصا بعد ما كشفوا مكان الناس اللي بتضرب عليهم النار. وبيتولى القائد التعليمات الأساسية علشان كريس ما عندوش الخبرة الكافية، وبيقدروا ينطوا على الاتنين دول فعلا وبيدخلوا معاهم في قتال شرس جدا. وبيصارع القائد وكريس للبقاء على قيد الحياة، وبيستخدموا كل طاقتهم لحد ما بيخلصوا على الاتنين المتطرفين دول. بعدها القائد بيقعد مع كريس وبيطلب منه ما يفكرش كتير، خصوصا ان كريس قبل النهارده عمره ما رفع سلاحه على حد اصلا. وبعدها بيرجعوا يكملوا طريقهم من تاني، بس المنطقة اللي هم ماشيين فيها خطر جدا، وعلشان كده بيلاقوا عربية محملة رجالة بتقرب منهم، فبيستعدوا فورا وبيتبادلوا اطلاق النار معاهم بشراسة. وللاسف بيتصاب القائد اثناء الاشتباك، وبينجحوا في النهاية في القضاء عليهم. فبيحاول كريس ينقذه بكل الطرق، لكن اصابته بتبقى بالغة جدا. علشان كده بيجيب أنوش وبيعرف كريس انها بقت مسؤوليته ولازم يوصلها للقرية. وبعدها بيموت القائد وسط حزن كبير من الكل. ولما باقي الجنود بيسألوا كريس هيعملوا ايه دلوقتي، بيطلب منهم دقيقة يستوعب فيها كل اللي حصل ده، وبيقف يتكلم مع أنوش علشان يفهم وراها ايه. فبتعرفوا انها متعاونة مع الحكومة بتاعته وهتفيدهم، وعلى الاساس ده بيقرر كريس انه هيكمل المهمة معاها، وده رغم ان فريقه بالكامل رافض الموضوع لان دي مش مهمتهم الاساسية. وفعلا بيوصلوا للقرية الافغانية، وبمجرد ما بيدخلوا بيلاقوا ناس طالعة ومعاهم سلاح، لكن خليل بيبقى حلقة الوصل بسبب اللغة، وبيقدر يخليهم يهدوا علشان يتكلموا. وبيتضح ان دول جماعة من اللي بيحموا القرية من المتمردين والجماعات المتطرفة. وبيوزع كريس رجالته علشان يأمنوا المكان كويس. وبيبقى قائد الجماعة عايز يخلي أنوش عنده بما انها افغانية ومش واخدينها رهينة ولا حاجة، فبيرفض كريس وبيطلب انه يكلم القيادة. وفي الوقت ده الجنرال بيبقى متضايق على الاخر علشان مش عارف يتواصل مع فريقه، فبيجي له المساعد بتاعه وبيحكي له عن موضوع القائد اللي قابل كريس والافغانية اللي معاه. وبيعرفه كمان ان أنوش تعتبر بطلة المقاومة في افغانستان، علشان كده الجماعة المتطرفة عايزة تموتها. وكمان هي المتحدث الرسمي في الامم المتحدة لحقوق الانسان، والمفروض تبقى في امريكا خلال 36 ساعة، وتعتبر ضيفة خاصة للرئيس الامريكي. فبيفهم الجنرال خطورة الموضوع، لكن بيطمن انها حاليا مع رجالته. اما كريس فبيتفاجأ بالجماعة المتطرفة داخلين عليه بعربيات مليانة رجالة، فبيستعد الكل فورا للاشتباك معاهم. وبيطلب كريس من رجالته يركزوا ويفتكروا تدريباتهم كويس جدا، وبيعرفهم انهم لازم يخرجوا أنوش من هنا خلال 19 ساعة مش اكتر. وبتبدأ المعركة بين الجبهتين بمنتهى القوة، وكل جبهة منهم عايزة تخلص على التانية بأي طريقة. وبتستمر حدة القتال المميت، والغلبة بتكون لصالح كريس وزمايله. لكن فجأة واحد من المتطرفين بيضرب عليهم RPG بيفجر البيت كله، والفريق الامريكي بيقع على الارض مش عارف يتحرك. ساعتها بيدخل واحد من الجماعة ياخد أنوش قدامهم وبيمشي، ورغم الاهوال دي كلها ما بينساش كريس دوره، وبيطلب من اللي باقي من الفريق انهم يتحركوا. وبيكونوا فقدوا صوته في المعركة دي هو كمان. وبيحكي لهم خليل ان بسبب أنوش الشعب الافغاني بقى عنده امل في المقاومة لاول مرة من سنين، وبيأكد لهم ان بلده كويسة جدا وجميلة. كل الفكرة ان الجماعات المتطرفة هي اللي مبوظة صورتها قدام العالم. وبيعرفهم كمان المكان اللي اخدوا أنوش عليه لانها هتتعرض للرجم قدام الكل علشان تبقى عبرة. وقتها بيتكلم كينتر وبيعرف كريس انه هيبقى معاه وهيدعمه في اي قرار هياخده. وبيقرر كريس انهم يروحوا يرجعوا أنوش مهما كلف الامر. وبالفعل بيتحرك الاربع جنود لاخطر البقاع على الارض، وبيقف قائد الجماعة قدام أنوش وهي مربوطة علشان يخلص عليها. فبتتحدى أنوش وبتعرفه ان يومه قرب خلاص، وكلها مسألة وقت قبل ما تنهي ظلمه للابد. وفي الوقت ده بيوصل كريس وزمايله للمكان، وبيبداوا يخلصوا على كل الحراس اللي قدامهم. فبتصرخ أنوش علشان يعرفوا مكانها، وفعلا كريس بيطلع يموت قائد الجماعة قبل ما يعمل لها اي حاجة، وبياخدها علشان يهربوا. لكن الوضع بيبقى صعب جدا، وبيتصاب كينتر بطلقة اثناء الاشتباك. فبيقف خليل جنبه بيعالج جروحه فورا. وبيستمر اطلاق النار الشرس على كريس واللي معاه، وبيحاولوا بكل طاقتهم ينقذوا أنوش من المجزرة دي. وبيقرر كينتر وخليل يضحوا بنفسهم من اجل قضية اكبر، وبيموتوا وسط رصاص الاعداء بكل نبل وشجاعة علشان يقدر كريس وداني ياخدوا أنوش ويمشوا بالعربية
الشخصية، وبيتكلم كريس ساعتها عن الشغل في الجيش والطريقة اللي بيعيش بيها الجندي والأهوال الكبيرة اللي بيشوفها من أجل هدف أسمى وأكبر بكتير، خصوصا بعد ما فقد كل فريقه وما تبقاش غير داني. وبيوصلوا للقاعدة فعلا ومعاهم أنوش بسلام، والقائد بيشكر كريس على شجاعته الكبيرة في أول مهمة ليه كقائد للفريق، وأنوش بتبصله للمرة الأخيرة وعينيها مليانة بدموع الفرحة لأنها مقدرة جدا حجم التضحيات اللي حصلت علشان تبقى هي في أمان. وبيرجع كريس لبيته وبيستمتع بحياته مع مراته وطفلته حديثة الولادة، وكمان داني بترجع لبنتها الوحيدة علشان تنسى كل الأهوال اللي شافتها في المعركة دي. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده يا أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD أكشن.